بكر الرئيس الجمعية الدولية للأربعين والتضامن الإنساني. أولا سنة سعيدة للجميع، سنة أمازيغية جديدة يعني لجميع يعني المغاربة ولجميع شعوب العالم. بطبيعة الحال نحن سعداء أن نحتفل بهذه السنة الأمازيغية هذه السنة بمدينة قلبيم. مدينة قلبيم بوابة الصحراء، مدينة قلبيم حيث الامتزاج الثقافي واللغوي يعني ببلادنا، يعني وهي ذات رمزية كبرى، خصوصا أنها بوابة الصحراء وهي يعني مجد ويعني مكان مهم له رمزية تاريخية لهذا الاحتفال بهذه السنة. كذلك لابد أن نشكر بهذه المناسبة يعني كل يعني جلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتباره المنصف الحقيقي وقائد يعني سفينة انصاف الأمازيغية منذ توليه العرش حفظه الله. ثم هناك لابد أن نشكر كذلك الشعب المغربي الذي عبر عن وعي راقي بالاحتفال بهذه السنة الأمازيغية من طنجة للغويرة بدون اعتبارات هوياتية ولا لغوية، باعتبار أن السنة الأمازيغية ليست سنة المغاربة فقط، ولكن سنة كل يعني سنة يحتفل بها كل التواقين للحرية والتسامح والتعايش. هذا الاحتفالية لهذه السنة لها رمزية كبرى، باعتبار أولا أنها تتضمن مجموعة من الأنشطة مهمة. هناك لقاء مفتوح مع الدكتور حسن أوريد حول إبداعاته الأدبية والفكرية. هناك كذلك مجموعة من التكريمات لشخصيات أعطت الشعر كثير سواء للمنطقة وللأمازيغية عبر يعني المسار الطويل من النضال الأمازيغي. ثم هناك كذلك سهرة فنية بمشاركة فرق مهمة مميزة كأقاسيس و يعني تفرخين ودران. نشكر جزيل الشكر الطاقم الإعلامي الذي وكب هذه الاحتفالية. نشكر جميع الناس يعني الذين ساهموا حضور الكريم بطبيعة الحال، باعتبار أن يعني الاحتفال الشعبي بالسنة الأمازيغية سبق يعني الجانب الرسمي بطبيعة الحال. الاحتفال الشعبي احتفال مهم ويجسد روح الإخاء واليمن والبركة الذي يتمناه الأمازيغ باحتفالهم بهذه السنة. لذلك سنة سعيدة للجميع، للأمازيغ ولغير الأمازيغ في العالم، وشكرا. أزول سكواس إيغودان سكواس ماينو كل مزيغ من المطال سواء توكي مزيغ المغرب الذي عبد الله العنود عضو جمعية ديال الأركان والتضامن الإنساني. أرصاد يعني تحتفل السنة الأمازيغية الجديدة 1976 في إطار الملتقى الثاني احتفال بالسنة الأمازيغية تحت شعار إضن يناير بين الأصالة ووحدة الهوية الوطنية. الحفلات اللي غلانتو تغوسيوين ثلاثة سواء الدوك اللي قام مفتوح اللي راه تيقدر الدكتور حسن أوريد حول الشخصية المغربية المتفردة. ذلك اللقاءات أو الحدثات كيسيلي الأمسية الفنية والحفل الفني كيتحاضر ترابول من أقاسيس تاع كرومبيت مجموعة من الحوايج تفرقين تنميرس. أزول دنيا عبد الرحمن الشنا، فاعل جمعوي مهتم بقضية الأمازيغية. اليوم نتواجد في إطار احتفالات السنة الأمازيغية إض يناير بمدينة قلبيم لتنظيم جمعية ديال الأركان للتنمية والتضامن الإنساني. هذا اليوم اللي كيحتفل جميع المغاربة قاطبة بالسنة الأمازيغية 1976. هذا اليوم اللي كيحتفل بالمغرب على مر التاريخ هذا اليوم باعتباره يوما تاريخيا يحتفل به المغاربه بما تجود به الارض من خيرات طبيعيه ومن خيرات من خضروات وكيل غير ذلك. على اختلاف المناطق يحتفلون بالعصيده او تولا، بالكسكس، بالخضروات التي تجد بها الطبيعه. اليوم ما تفرز به اليوم هو انه استضافنا واحد الروائي والمفكر السي حسن أوريد من اجل لمناقشه قضايا الهويه من خلال كتابه الاخير فقه الهويات. كذلك لا نمر ان تمر هذا اليوم غير لابد من فتح نقاش علمي اكاديمي لمناقشة قضايا الهوية، وكذلك الاحتفال من خلال استضافة مجموعة من الفرق الموسيقية، منها فرقة أحواج من فرقة مجموعة أقاسيس. إيكايس مني نهيتي